فتحت المواجهة بآخر أسرارها وأنهت الأمور في آخر لحظاتها، وفتح يرتكب خطأ داخل منطقة العمليات. وجوزي روماو يمكن أن نقول أنه يرى ما لم يكن في البال ولا في الحسبان. طريقة ذكية، كان هناك اختراق وتهور من سعيد فتاح اللي ارتكب خطأ داخل منطقة العمليات، وضربة جزاء حصل عليها اسماعيل الحداد يحصل على ضربة جزاء. وفي التنفيذ دعونا نرى من سيتكلم تنفيذ هذه ركلة الجزاء. إذن مقابلة مشوقة فيها أهداف، فيها مجموعة من المحاولات. هناك حديث مع الحكم، ما عرفش علاش حديث، نشوفوا فيما بعد الإعادة. إذن لأن رغم كل شيء إن كانت ضربة جزاء لم تكن، الحكم خدا القرار ديالو. غادي نتابعوا عملية التنفيذ خلف الكرة فقط، نتعرفوا على اللاعب اللي غادي يقوم بعملية التنفيذ. هذا اللاعب الحداد كيصعب عليه رؤية الرقم ديالو. إذن عملية التنفيذ في هذا الأثناء، فرصة لصالح فريق الحسنية. اسماعيل الحداد بالخمسة يبصم فريق الحسنية. لا فرحة ولا أي ردة فعل من عبد الهادي السكشيوي الذي يتابع فريقه يسجل 5 أهداف، 5 أهداف مقابل 3. فريق الحسنية ربما قد ينهي الأمور بهذه النتيجة، واحتفالية بمدرجات فريق الحسنية 5 أهداف مقابل 3. جماهير الرجاء تستغرب. نعم تغير المدرب أكثر من مرة، جلب أسماء أخرى، وفي آخر المطاف هذه النتيجة قبلها كانت ب3 أهداف. رحل بن الشيخة اليوم ب5 أهداف. هل سيرحل جوزي روماو؟ أكثر من تساؤل في فريق حتى الأمس القريب كان يصنع أداء كبير جدا بنتائج إيجابية على مستوى البطولة، على مستوى كأس العالم للأندية. فريق الرجاء ينزل ب5 أهداف مقابل 3 اليوم أمام فريق حسنية أكادير. الحسني الذي يستحق هذه النتيجة أداء ونتيجة بحضور جيد لفريق الحسنية على مستوى رقعة الميدان. إذا هكذا انتهت الأمور مشاهدينا الكرام في كل مكان. مبروك لفريق الحسنية.